فين الرياضيين دول؟ محدش حاضر. انا عدوا الدكتور بس عدوا. لا انا كده انا يا ريت انزلي يا ابني انزل، انا بعتذر وماشي. ليه ده؟ ليه ده؟ ليه ده؟ انزلي تحت، انزلي تحت وانت يا ابعد أستاذ، عنها، يا أستاذ. ابعد عنها يا استاذه ده عد انت متجوز ومراتك هتشوفك كده، ابعد ماشي انا ابعد ابعد ابعد. انا بسأل سؤال، اين الرياضيين اللي واجعين دماغنا 3 ايام بكاء في القنوات على المرحوم احمد رفعت؟ اين ابراهيم فايق؟ بدل ما كنت تعيط في القناه السعوديه فوق، طبعا فوق دماغنا السعوديين، بدل ما تقعد تعيط في القناه كنت تيجي العزاء. بعيد عنك انت مش شايف. لا انت حضرتك بقى لازم تطلع بره، انت تطلع بره، ما هو مش ممكن. محدش يقطع بقى يا جماعه. انا حاطط دي عليا ده شيلها. بدل ما تعيط في القناه السعوديه، وانا بقول لك اهو مع احترامي للسعوديه والشعب والملك والامير، حضرتك لم تكن تجرؤ تعمل اللي انت عملته ده في صح. من فضلك. كنت منتظرك النهارده انت وسيف والعجوز المتصابي اللي عنده 90 سنه مدحت شلبي، ها، ومش عارف ثانيه يا بيه من فضلك، هو حضرتك اللي هتتكلم ولا انا؟ انا عارف اقول ايه. وابراهيم عبد الجواد اللي عامل اعلانات واللي مش عارف ايه، كنت منتظر اشوفكم في العزاء. وخلي بالكم انا حرصت في هذا العزاء اقعد بعيد. ليه؟ واحد يقول لك انا مختلف مع مرتضى. لا انت مالكش حجه، انا كنت قاعد لوحدي هنا. حصل. ما جيتش ليه؟ عارف ليه؟ عشان ما فيش وفاء. فين عبد الواحد السيد؟ فين شيكابالا؟ هما فين؟ فين مصطفى شلبي؟ فين اللعيبه؟ فين زملائه؟ حازم امام. ده حازم امام ولا سيف ولا مفيش حد خلاص. يبقى ما حدش يقعد يبكي لي في القناه او على صفحته. هو العزا ده كان معمول لمين؟ ليا؟ انا عامله عشان اكشفكم. ده عزا اسرته. نعم نعم. حضرتك مين بقى؟ ثانية واحدة اتفضل. مش في عزة اتعمل. انت بتشتغل ايه حضرتك؟ فين؟ مين اهل مصر دول؟ كلنا اهل مصر. كلنا اهل مصر. كلنا اهل مصر. هو حضرتك العزا ده معمول للرياضيين وتقال كده ده عزا لمين؟ فين هم؟ انا بسألك فين؟ مع احترامي لأسرته